طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنة، فالدرب طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنة. يا مسلم أقبل وتمنى، أمسك بمفاتيح الجنة، واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة. واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة. وحديث من هدي السنة. يا مسلم أقبل وتمنى، أمسك بمفاتيح الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية عديدة عن حال السلف رضي الله تعالى عنهم، إن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ممن جاء من بعده سواء من أصحابه رضي الله عنهم أو من جاء بعدهم من التابعين ومن تابع التابعين. أما اليوم فسنقف على مفتاح جديد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون إليه لعله بهم تفتح لهم الجنات التي زينها لهم رب الأرض والسماوات، ألا وهو العمل الخفي. قد يعجب البعض ويقول: ما هو العمل الخفي؟ أنا أعلم أن كثيرا من الناس اليوم يعملون أعمالا خفية، لكن أكثر هذه الأعمال هي معاصٍ، إذا اختفى بنفسه فعلها. أما أولئك فكانوا يعملون أعمالا خفية لكنها طاعات. خذ مثالا على ذلك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أرى أبا بكر إذا صلى بنا الفجر خرج إلى الصحراء فغاب عنها، فكنت أعجب ما الذي يجعل الخليفة يخرج إلى الصحراء لكني أسكت. قال: وفي يوم من الأيام صليت معه الفجر ثم خرج أبو بكر إلى الصحراء فخرجت وراءه أمشي حتى وصل إلى خباء قديم، إلى خيمة قديمة في عرض الصحراء. قال عمر: فاختبأت له وراء صخرة، ودخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى هذا الخباء. احتبس أبو بكر في هذا الخباء ما شاء الله، احتبس وقتا ليس بالقليل، وعمر ينتظر وراء تلك الصخرة. قال: ثم خرج أبو بكر ومضى إلى المدينة، فخرج عمر ثم دخل إلى هذا الخباء القديم، فإذا فيه امرأة عجوز عمياء، وإذا عندها صبية صغار، فقال لها: يا أمة الله، السلام عليكم. قالت: وعليكم السلام. قال: ما تفعلين هنا؟ قالت: أنا امرأة ضعيفة مسكينة، مات زوجي وترك عندي هؤلاء الصبية الصغار الأيتام. قال: فمن هذا الرجل الذي يأتيكم؟ وهذا الذي يهم عمر. قال: ما هذا الرجل الذي يأتيكم؟ فقالت هذه المرأة: والله ما أعرفه، هو رجل من المسلمين يأتي إلينا في كل صباح. قال عمر: فماذا يفعل عندكم؟ فقالت المرأة لعمر الكلام العجيب الذي ظل عمر بعده رضي الله عنه إلى أن تولى الخلافة وهو ينشغل باله به. قالت تلك المرأة لعمر رضي الله تعالى عنه: هذا رجل من المسلمين لا أعرفه، يأتينا في كل صباح فيكنس بيتنا ويعجن عجيننا ويخبز خبزنا ويغسل ثيابنا ويحلب داجننا، يعني يأتي إلى العنز ويحلب حليبها ثم يضعه لنا ثم يخرج عنا. قال عمر: فمنذ كم وهو يأتيكم؟ قالت: والله يأتينا منذ زمان. فخرج عمر وهو يقول: إيه يا أبا بكر، لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. انظر إلى هذا العمل الخفي. لذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، بإيمان دفعه إلى مثل هذه الأعمال الصالحة. ولم يكن عمر رضي الله تعالى عنه بعيدا في العمل الخفي عن أبي بكر. انظر إلى ما حكاه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. قال: كنت أرى عمر يدخل إلى بيت في المدينة. قال: فتتبعته يوما حتى نظرت في هذا البيت فإذا فيه امرأة عجوز مقعدة وليس عندها أحد، وإذا عمر يأتيها فينظفها وينظف بيتها ويخدمها في كل يوم. فخرج أبو عبيدة من البيت بعدما رأى الحال وهو يقول: أعورات عمر تتتبع، يقول تظن أن عمر سيذهب ويفعل معصية في مثل هذا البيت. وهكذا كان من بعدهم
من السلف الصالحين. علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب زين العابدين رضي الله تعالى عنه، كان رجلا له من الأعمال الخفية الشيء الكثير. لما مات رضي الله تعالى عنه ووضعوه على خشبة الغسيل وبدأوا يغسلونه، رأوا في ظهره آثار حمل كأنه اشتغل حمالا في السوق، فنظر بعضهم إلى بعض: ما هذا السواد؟ هذا السواد نجده دائما في من يشتغل حمالا، كما أنك إذا نظرت في يد المزارع علمت أنه مزارع من خشونة يديه. فقالوا: والله ما نذكر أنه قد اشتغل حمالا، ولكن غسلوه وكفنوه وصلوا عليه. فلما مات انقطع الطعام عن 100 بيت فقير في المدينة. كيف كان يأتيهم الطعام؟ كان الطعام يأتيهم بالليل، يوضع عند بيوتهم بالليل، ثم يطرق الباب ويذهب هذا الرجل، ما يدرون من الذي أحضره، فإذا خرجوا في كل صباح أو كل فجر وجدوا عند بيوتهم طعاما. فلما انقطع الطعام عن 100 بيت في المدينة علموا بأن علي بن الحسين رضي الله عنه هو الذي كان يذهب بهذا الطعام إليهم. هو كان يستطيع بأن يكلف بعض غلمانه أو خدمه بذلك، لكنه يريد من رب العالمين أن يراه على هذا الحال فيرحم ضعفه ويجيب دعاءه ويغفر له ذنبه ويضاعف له حسنته، لعله بذلك ينتفع عند الله جل وعلا. وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء أن بعض السلف صام 20 سنة يصوم يوما ويفطر يوما وأهله لا يدرون عنه في شيء من ذلك. وذلك أنه كان صاحب دكان، فكان إذا خرج إلى دكانه في الصباح أخذ معه فطوره وغداءه ثم يمضي إلى دكانه، فإذا كان يوم فطره أكل من هذا الفطور وأكل الغداء، ثم رجع بعد المغرب إلى أهله وتعشى عندهم. وإذا كان يوم صومه أخذ الطعام أيضا، لا يقول لأهله أنا صائم لا أريد طعاما، لا، حتى يكون العمل بينه وبين رب العالمين فقط. أخذ الطعام معه ثم تصدق بفطوره وتصدق بغدائه، ثم إذا غربت الشمس رجع إلى أهله فأكل معهم. هم يظنون أنه يأكل عشاءه الآن معهم، وهو في الحقيقة إنما يفطر من بعد صيامه في يوم كامل. وقال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى وهو يحكي حال السلف الصالحين: لقد أدركت أقواما إن أحدهم ليكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة وقد بل ما تحت خده من دموعه من خشية الله، وإن امرأته لا تدري عنه شيئا. ثم قال: ولقد أدركت أقواما إن أحدهم ليقوم بجانب صاحبه في صف واحد وقد خضل لحيته بدمعه، وإن الذي بجانبه لا يدري عنه شيئا. أيها الأحبة الفضلاء، انظر إلى مثل هذه الأعمال الخفية التي يتعرف بها العبد إلى ربه جل وعلا. تعال وانظر نحن إلى أعمالنا، كم عندنا من الأعمال الخفية، سواء في الصيام أو قراءة القرآن أو في الصدقات أو في غير ذلك من أبواب الخير، حتى في الدعوة إلى الله وحتى في نصح الناس وتوجيههم وإنكار المنكرات. من منا أيها الإخوة الكرام يحرص على أن يتعرف إلى الله جل وعلا بشيء من هذه الأعمال؟ لذا روى البيهقي في سننه عن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يوصي بعض أصحابه ويقول: يا فلان، إن استطعت أن يكون لك خبيئة من عمل فافعل. خبيئة من عمل، عمل سر بينك وبين رب العالمين فافعل. إن استطعت أن يكون لك خبيئة. نحن نعم لنا خبيئة، أكثرنا له خبيئة، لكن تدرون ما هذه الخبيئة؟ ليست قيام ليل ولا صيام نهار ولا دعوة إلى الله ولا مناصحة في إنكار منكرات. كثير منا خبيئته بينه وبين ربه معصية. وقد روى ابن ماجه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: لألفين أقواما يوم القيامة، يعني لأرين وليأتين أقوام يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. عجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، لماذا الأعمال الصالحة كلها يا رسول الله تكون هباء منثورا ما تنفعهم؟ قيام ليل، صيام نهار، قراءة قرآن، صدقات، لماذا يا رسول الله لا تنفعهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يظهر أمام الناس أنه من الصالحين الأتقياء، أو يظهر أمام الناس أنه رجل لا يشرب الخمر أو لا يقع في الفواحش أو في غير ذلك، ثم تجده إذا خلا بنفسه بدأ يقع في المعصية تلو المعصية. لذا جاء في بعض الآثار
أن الله عز وجل يقول للناس يوم القيامة: أيها الناس، اشتد غضبي على من قل حياؤه مني، من كان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، وينبغي على العبد وإن وقع في شيء من هذه المعاصي السرية بينه وبين الله تعالى، إلا أنه ينبغي أن يكثر من الحسنات السرية أيضا التي تكون خبيئة بينه وبين الله، لأن الله جل وعلا يقول: إن الحسنات ماذا تفعل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إن كان عندك شيء من المعاصي في السر فسارع إلى التوبة منها. فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل ذنبا ثم قام وتوضأ وصلى ركعتين ثم استغفر من ذلك الذنب غفر له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الحسنة، هذه الصلاة تغوص تلك السيئة في بحرها حتى يتجاوز الله عز وجل عن صاحبها. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنه شديدي المحاسبة لأنفسهم فيما يتكلمون به أو ما يفعلون. انظر إلى ذاك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ابن شماس. كان هذا الصحابي رضي الله عنه كان صوته رفيعا، إذا تكلم ارتفع صوته كثيرا وكان مزعجا للناس، لكن هذا الذي أعطاه الله. فلما أنزل الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، سمع ذلك الصحابي هذه الآية ثم جلس في بيته يبكي ويبكي حتى فقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه. فذهب إليه بعض الناس وقالوا: لماذا تبكي؟ فقال: قد حبط عملي، لأني إذا جئت أتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع صوتي أكثر من صوته وأنا لا أشعر، فقد حبط عملي. حتى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخبره بأنه لم يحبط عمله، وأخبره أيضا بشره أنه من الصالحين. انظر وانظري إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، كيف إنه حاسب نفسه على أمر هو من طبيعته، لكنه يخشى أن يعذبه الله جل وعلا بمثل ذلك. بل الأمر أيضا أعظم من ذلك. جاء أبو بكرة رضي الله تعالى عنه يوما إلى أبي بكر، فلما لقيه في وسط الطريق قال له أبو بكر، أو هو حنظلة، قال له أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ فقال حنظلة رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ لماذا نافقت؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فترق قلوبنا وتدمع أعيننا، فإذا رجعنا إلى بيوتنا لاعبنا الصبيان وعافسنا الزوجات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر: وأنا مثلك يا حنظلة. ثم مضى معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين يديه قال صلى الله عليه وسلم: ما خبرك يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: لما نافقت؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، ثم إذا رجعنا إلى أهلنا لاعبنا الصبيان وعافسنا الزوجات فنسينا كثيرا، فذهبت رقة قلوبنا. فانظر إلى دقة محاسبته لنفسه، مع أنه ما فعل معصية في بيته، لكن يريد هذه الرقة وهذا الإيمان الزائد يريده أن يبقى. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، يعني قد يرق القلب في ساعة وقد يقسو في ساعة، ولا يعني ساعة وساعة يعني افعل طاعة في ساعة وافعل معصية في ساعة كما يفهم بعض الناس، لا، إنما قد يرق القلب أحيانا في صلاة أو في سماع خطبة جمعة أو عند قراءة القرآن أو نحو ذلك، لكنه قد يقسو بعد ذلك بسبب أمور الحياة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، وهو يبين له عظمة رقة القلب، قال: لو أنكم تستمرون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. أيها الأحبة الفضلاء، أقول ختاما: هل نحن ممن يكثرون من الأعمال السرية بينهم وبين الله تعالى؟ كم من نفقة تصدقت بها بيمينك حتى لا تعلم عنها شمالك، وكم من نظرة نظرت إليها فغضضت بصرك عنها خوفا من الله جل وعلا، وكم من معصية كنت ستفعلها بأذنك من سماع غناء أو عزف أو غيره أو غيبة أو غير ذلك، ثم بعد ذلك حاسبت نفسك عنه ورجعت إلى ربك جل وعلا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه
أن يجعل عملنا في السر مما يرضيه عنا جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يا مسلم أقبل وتمنى، أمسك بمفاتيح الجنة، واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة. واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة. وحديث من هدي السنة. يا مسلم أقبل وتمنى،